يا ابن الايه يا حماده، كل دي ارض عندك ومدعي الفقر؟ ولسه ده احنا بقالنا ربع ساعة ماشيين ولسه قدهم كمان. وبعدين لو دخلتي جوه كده هتدخلي بتاع يجي 2 3 كيلو كمان. يا عبد الصمد تعال. أمر يا باشا. تعال. أمر يا باشا. بقول لك ايه، هو حماده بيه عزه صاحب الارض دي كلها عارضها للبيع؟ لا يا باشا، طب هو بيجي؟ كل كام شهر اما نشوفه مرة. طيب ماشي، يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا باشا، سلام. يلا بلوز. دي كلها شركات حماده، وده المبنى الاداري، وفي مصانع وفروع في كل حته في مصر. امال كان بيعمل كده ليه؟ ده خلاني جبت له فلوس الضرايب بالعافيه كانه خلاص هيتسكن. بيختبرك، بيتسنكح عليك. اصل ماما نونا طول عمرها تقول له اوعى تقول لحد انك معاك فلوس لحسن يضحك عليك وياخدها منك. علشان كده هو الوحيد اللي فالح فينا، نايم على خميره قد كده. انما بقى انا ونوال وكمال اخويا الصيت ولا الغنى. بس انا بقول عندي عندي. وكمال اخوك بيشتغل ايه؟ بيشتغل هنا في الشركه دي عند حماده، هو اللي ماسك له الشركه كلها، بيديله بالعافيه 30,000 جنيه في الشهر. مسكي يا عيشه، مسكي. من يد ما نعدمها. ربنا يخليكي لينا يا ست نونه، والله انا مكسوفه منك. تكسف من ايه بس يا بنت؟ ده انت واحده مننا. اقعدي اقعدي، قولي لي بقى، الواد ابراهيم عامل ايه؟ الحمد لله، بيبوس ايديك يا ست نونه، ربنا يهديه، بس انت ادعي له. يا رب. قولي له انت بس خلص مذاكرتك واحنا نجوزه بدري بدري كده، مفيش حاجه هتعقله غير الجواز. مش بطل السخام من المظاهرات اللي بيطلع فيها دي؟ بطلها يا ست نونه خلاص، الحمد لله بطل الكلام دوت، بس مدوخني، لا بيذاكر ولا بيفتح كتاب. يا اختي العيال كلهم كده، يا ما حماده وراني في مذاكرته، وراني المر. انت بس خليكي معاه كده واحده واحده بالراحه، وكله بينجح وكله بيتخرج. ربنا ما يحرمنا منك يا ست نونه ويديك الصحه والعافيه. قوليلي، انت لسه بتعرفي تقري الفنجان ولا نسيتي؟ على قدي. طب اسمعي، اجري اعملي لي فنجان قهوه بس جري بسرعه قبل نوال ما تطب علينا تبهدل الدنيا. طب وهي تبهدل الدنيا ليه يا ست نونه؟ قال يا اختي مالعه القهوه والشاي من البيت عشان الضغط. عيني دقيقه والقهوه تبقى عندك. طب بسرعه يا عيشه. الو، اهلا. اهلا يا كيمو، الله يسلمك يا حبيبي. يا سلام فيك الخير والله، انت بتسأل عليا. اما الواد اخوك ده واد براوي. انت طيب وقلبك حنين. بقول لك ايه يا كيمو، الواد ابراهيم ابن حماده في اخر سنه في الجامعه، والنبي عايزاك تشوف له شغلانه صغيره كده عندك في الشركه. ها معلش، هيستنى لسه اما يتخرج؟ لا، حاجه بسيطه كده، اهو يقعد على اي مكتب منه يذاكر ومنه يشتغل. ها كده اقول له يجي يقابلك. ها خلاص، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا حبيبي، مع الف سلامه. اتفضلي يا ست نونه اهو، ما اتاخرتش. يا حبيبتي تسلم ايديكي. قولي للواد ابراهيم ان انا كلمت له عمه كمال عشان يشغله عنده في الشركه. طب مش نستنى يا ست نونه الاول لما يخلص دراسته؟ يا اختي يعني هو هيشتغل في الفاعل ده، هيقعد على مكتب مرتاح 24 قيراط وياخد كتبه معاه، اهم قرشين برضو يجولكوا ينفعوكوا. ربنا ما يحرمني منك ابدا يا ست نونه، انا مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه. وده اللي زعلني منك يا ابراهيم. هو انا برضو كنت بسألك السؤال ده عشان تقولي دي حياتك الشخصية،
هو انت عايزني اتجوز مجدي؟ مجدي مين ده؟ ده واد صايع من بيئة واطية. بقى القمر ده يتجوز مجدي برضه. ايه اللي انت بتعمله ده يا ابراهيم؟ ما يصحش. ما يصحش ايه؟ ده هو ده اللي يصح. اسمع الكلام. انت اكيد مش في حاله طبيعيه، انت اكيد شارب حاجه. دي احسن حالة ممكن تتصوريها. تعالي بس. ابراهيم، ابراهيم، انا مش مصدقه انك بقيت كده. انت طول عمرك انسان كويس ومكافح. انت عارف انا دخلت المعهد عشان بقى معايا شهاده جامعيه وابقى مناسبه ليك. انا بحبك. بتحبيني؟ وطبعا عايزة تتجوزيني. الله، ده ايه الامله دي؟ مرة واحدة كده عايزة تناسبي عيلة عزه؟ ده انت باين عليكي بتشوفي افلام عربي، وافلام عربي قديمة قوي كمان. سلوى، يا سلوى. الله، في ايه؟ ابراهيم، سلوى كانت بتعمل ايه هنا؟ تسأليها. هو انت ظبطتيني انا خارج من عندها ولا ظبطتيها هي خارجة من عندي؟ ما تتكلم كويس يا واد انت، وفهمني ايه اللي حصل بينك وبينها. اصلها كانت عايزة تكرر المصيبة اللي انت عملتيها زمان، بس انا عقلتها. مصيبة ايه اللي انا عملتها زمان؟ قولي. بقى سلوى بنت حسنين السباك عايزة تتجوز ابراهيم ابن حمادة بيه عزه. شفتي الهبل؟ وانت لو لفيت الدنيا دي كلها هتلاقي بنت زي سلوى دي؟ سيبك من سلوى وقوليلي عملتي ايه؟ امسك. هتجيب الملازم اللي قلتلي عليها؟ طبعا طبعا. امال يعني هشتري بيهم ايه؟ ست كنونة كلمت لك كمال بيه عزه. كلمته عشان ايه؟ عشان يشوف لك شغلانة عنده في الشركة. انا هشتغل ايه؟ تشتغل عنده في الشركة أي شغلانة بعد الظهر، منها تقعد تذاكر ومنها تجيب مصاريف الجامعة بتاعتك، وإن شاء الله لما تخلص يا إبراهيم هيثبتوك. يا كمال بيه أرجوك ما تزعلش مني. أنا عارف كويس قوي تقدير الحاج ليك واحترامه، لكن الشغل ما يزعلش. تقوم تلغي امضتي؟ طب كلمني يا أشرف، أنا مش طرطور هنا. أنا بكرر اعتذاري لتاني مرة. أنا كده شكلي يبقى إيه قدام الموظفين؟ ما حصلش حاجة يا كمال بيه. اللي أنا عملته ده كان لصالح الشركة ولا لأ؟ حتى لو لصالح الشركة، أنت كده أهنتني، وأنا ليا كلام مع الحاج خليل. أنا كمان ليا كلام مع الحاج، عشان لازم يحط سيستم للعمل في الشركة هنا، بدل ما تمشي بركاوي كده. الشركة مش ماشية بركاوي يا أشرف، الشركة ماشية كويس قوي من قبل أنت ما تتولد. أرجوك يا كمال بيه، كده الكلام هياخد شكل تاني أنا ما أقبلوش. ما تنساش إن أنا اللي علمتك الشغل ودربتك. وما تنساش حضرتك إن الشركة دي شركتنا إحنا. حضرتك علمتني الشغل أنا منكرش، لكن حضرتك بتاخد مرتب على ده. لا، المناقشة انتهت لحد كده. ألو، مين؟ الحاج خليل؟ في مستشفى إيه؟ بابا ماله؟ أنا جاي حالا. ربنا يشفيك يا حاج خليل، ربنا يشفيك. نسفره بره يا كمال بيه. الدكتور بيقول مش محتاج يسافر بره، هم عاملين له كل حاجة هنا. مساء الخير. مساء الخير. حد هيبقى مرافق معاه؟ أيوه ابنه. طب ممكن اخد الاسم؟ أشرف خليل دياب. شكرا. ما تشيلش هم يا أشرف، الشركة هتمشي إن شاء الله زي الساعة. خليك أنت مع الحاج، وإن شاء الله يقوم بالسلامة ويرجع ينور الشركة. أنا متشكر يا كمال بيه. كمال بيه، أنا آسف على كل اللي حصل.